وضوح الرؤية والغاية، طموح كبير ماله نهاية، وحزب النور رفع راية وضوح وطموح. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، مرشحي حزب النور على القائمة على الفردي، السادة الحضور الكرام من الشباب والشابات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شبابنا الغالي المصري من الفتيات والفتيان، نحيا بكم في كل أرض تنزلون بها كأنكم في أعماق الأرض أمطارا، وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم في أعين الناس أقمارا. لا وحش الله ذكرا من محياكم، يا من له في القلب والعقل تذكارا. شبابنا، مرحلة الشباب من أهم المراحل العمرية التي تمر على الإنسان، ولها خصائص فطرية تميزها وتؤهلها للقيادة والريادة، حيث يتم فيها اكتساب المهارات والمعارف، ويظهر فيها بوضوح النضج العقلي والمجتمعي والحماسي، والجرأة والاستقلالية والمثالية، وعنفوان داخلي شبابي، واعتداد بالنفس لا يقبل معه القهر ولا الضغط ولا التسلط من أي جهة كانت، لا سلطة ولا أسرة. ويستقبل الحياة بطموح كبير، وتتسم بدرجة عالية من الديناميكية والحيوية والمرونة والانطلاق والتضحية. هذه صفاتكم. نعني بالشباب التميز في خيارات الحياة المستقبلية، الزواج، التعليم، الثروة والبناء، ورغبة في التغيير الواقع الذي يعترضون عليه وإن لم يشاركوا فيه. شباب مصر، شبابنا في مصر شباب وفتيات يعاني ويحلم، يعاني من الإهمال وعدم توفير خطط وبرامج كافية تأهيلية تعليمية لتنشئته وتربيته ليكتسب مهارات ليتحمل مسؤولية الوطن. قد يكون الخطأ من تركيبة المجتمع أو مستوى الانفتاح الاجتماعي، قد تكون موازنات مالية قاصرة لدعم المرحلة الشبابية، قد تكون أنظمة سياسية كأنها كانت قائمة لزمن تدفع ضد هذا الشباب، وأزمات فرضت نفسها من بطالة وتدني مستوى معيشة ونقص مؤسسات راعية وداعمة وسوء عناية صحية وثقافية وتعليمية. قد يكون كل ذلك قد اجتمع على شبابنا في وقت تلح عليه احتياجاته. الشباب في مصر يعاني ويحلم، يحلم بتقبل واحتواء، يحلم توزيع طاقة وتحقيق الذات، يحلم بمعرفة وتعليم وثقافة ومهارات وتلبية حاجات، يحلم بحاجات اقتصادية، مأكل، ملبس، زواج، أسرة، ثروة. يحتاج ترفيه، ترويح، وصقل هوايات. يحتاج إلى من يساعده في بناء شخصيته القيادية الشبابية، تنمية القدرات القيادية وصقلها للمواهب الواعدة وكسبها المهارات اللازمة لذلك. يحتاج إلى دورات تربوية مدروسة مقرونة بخبرة عمل ميداني تعزز ثقته بقدرته وتضعه أمام الاختيار الحقيقي، وتدفعه للعمل الفعال لممارسة الحياة والسياسة الاجتماعية والتربوية للمجتمع. يرعى حزب النور من خلال برنامجه العظيم الذي سيتم عرضه تفصيلا بعد قليل الحرص على الدفع بأنجع وأفضل السبل لتنشئة الشباب، تنشئة تضمن تكيفه الإيجابي على ما حصل من تطورات وتحميه من التقوقع والانسحاب، وتؤهله لقيادة الدولة وتؤهله للريادة في صفوف الدول المتقدمة. شاكرة لكم حسن الاستماع، داعي الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم وينفع بكم ويرزقكم سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور، فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور.